السلام عليكم الحبيبات ديالي خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كما وعدتكم في الفيديو السابق، اللي ما شافوش ان شاء الله نخلي الرابط ديالو في صندوق الوصف نتاع كيفيه الاحتفال، يعني كيفاش ماشي كنحتفلوا غير في كيفاش كندوزو واحد النهار هكا زوين كنديروا فيه الناير، يعني عاده رائعه وكنحتفلوا غير بيناتنا حنايا، يعني العائله، يعني غير افراد الاسره. اول حاجه كما قلت لكم كنديروا الشرشم غادي نوريه لكم بطريقتي شنو كنحتاجو فيه، يعني باش كنصبوه. كاين اللي كيبغي يديرو بالدجاج باللحم، انا كنستغنى على الدجاج واللحم لحقاش هو بداتو راه يعني غني وفيه بروتينات وفيه ما كيحتاجش عاد نديرو له الدجاج ولا اللحم. يعني حبوب القمح هي رائعه وصحيه جدا جدا جدا. عندي هنايا انا درت 500 غرام يعني رطل ديال حبوب القمح. بالنسبه كاين اللي يبغي يشريها، انا كنت مضاري نشريها يعني في القوابس كطيب غير 10 دقائق. اليوم ما لقيتش، شريت حبوب القمح عاديه وبيتها مرقده في الماء والملح حتى للصباح، وكنصفيها نغسله مزيان ونصفيه صافي يكون جاهز للاستعمال. نحتاجو معاه كميه ديال الحمص، نسبة 500 غرام درت واحد 50 غرام تاع الحماص، 60 غرام تاع الفول يابس، بصله محكوكه، طماطم محكوكه، واحد 4 ديال المعالق كبار ديال العدس. عندي الملح، عندي راس الحانوت معلقه كبيره، عندي كركم معلقه كبيره، وفلفل احمر معلقه، وسكينجبير او الزنجبيل الابيض، وفلفل اسود. يعني فلفل اسود درت غير 4 معالق، وسكينجبير درت معلقه. كناخذوا الكوكوط ديالنا يعني الطنجره ديال الضغط، كنديروا فيها الزيت وزيت الزيتون. انا كنخلط كندير تقريبا واحد 5 معالق بيناتهم ما بين زيت الزيتون والزيت العاديه. يعني طريقه سهله وبسيطه ويعني كتكون لذيذه وصحيه بزاف. و يعني الوالدين ديالنا هكا طلعنا حنايا كيقولوا لنا في هذا يعني في هذا شهر يناير، في الشهر ديال يناير كيديروا هاد الشرشم هكا وكيجي رائع جدا. كما شفتوا درت كلشي خطره وحده، درت العدس، الحمص، الفول اليابس، الطوماطيش والبصله، وغادي نديرهم يتشحروا على النار بهذه الطريقه هذه. نخليوهم يتقلاو مزيان، ندير الملح صافي. ملي كيتشحروا لي هكا شويه دائما كنقلي، انا كيعجبني نقلي كاع المقادير ديالي. كنضيف التوابل وراس الحانوت، يعني مهم في هذه الوصفه كيجي رائع جدا. كندير كاع التوابل اللي ذكرتها لكم وكنخليها تقلى مع المقادير ديالي بهذه الطريقه هذه. من بعد ملي كنصفي الشرشم او حبوب القمح ديالي كما قلت لكم اللي سبق لي ورقدتهم، كنضيفهم هنايا المقادير وكنقليهم حتى هو معاهم، لحقاش انايا كندير لون الطياب خطره وحده، كنطيب كلشي خطره وحده وكيجيني نيشان مع الحمص كيطيب لي خطره وحده. يعني حبوب القمح بصح اللي داروا يعني داروا نتاع القابصه داك اللي عنده غير 10 دقائق كيخليو حتى الحمص يطيب، في الاخير عاد كيرميو حبوب القمح كيما بركوكش كنرميوهم في التالي يلا 10 دقائق صافي كينتفخوا لنا وهما طايبين. ملي قليت القمح مع المقادير كنضيف الماء تقريبا واحد 2 يطرو ديال الماء، لحقاش راه كيشرب لنا دغيا. الحمص نعرفوه بلا كيشرب وكذلك القمح كيشرب. ونبلع عليها ونخليها حتى طيب، يعني شنو نقول لكم تدي واحد 15 حتى ل 20 دقيقه وغادي نلقاوها طايبه بهذا الشكل. ملي كطيب بهذا الشكل كتجي رائعه ولذيذه بزاف. زعما هاد الشرشم يعني اكله لذيذه وغنيه. كناخذ القصعه ديالي وكنقدم فيها الشرشم يعني بهذه الطريقه. كما قلت لكم داكشي يبقى اختياري، بغيتو ديروا فيه قطع نتاع اللحم، بغيتو فيه الدجاج، داكشي اختياري، ولكن انا كنفضل هكا يعني طبق متكامل وصحي رائع جدا. صافي اخواتاتي، نتمنى يعجبكم فيديو اليوم. انا غادي نزينه بشويه نتاع المعدنوس، معدنوس طري كيتواتى معاه بزاف. نتمنى ان الاعجاب ديالكم. هذا الفيديو الاخت امه الله كانت طلبت مني الشرشم، كنقول لها نتمنى تنال الاعجاب بطريقتي البسيطه، يعني انا هذه هي الكيفيه اللي كنعتمدها فيه واللي تعلمتها يعني من الناس الكبار العليعيه. خليتكم على خير حبيبات ديالي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، التعليقات ديالكم والاشتراك في القناه باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله من قناتي. نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.